التعادل امام انبي ينهي سلسله فوز المتتاليه للنادي الاهلي كاطول سلسله انتصارات متتاليه للنادي الاهلي عبر التاريخ. كسرنا رقم مانويل جوزيه الاسطوره خالد الذكر طبعا بمباراتين تقريبا، ولكن هل يستحق النهارده التعادل اللي انهى سلسله الانتصارات دي اننا ما نزعلش؟ بالتالي انا شايف ان كميه الايجابيات تغطي على اي سلبيه ممكن تخلينا اننا نزعل. بدايه من انت منتظر ايه اصلا كاداء من النادي الاهلي بفرقه الشباب والناشئين؟ انت مستني ايه؟ هل ده قرار في محله؟ انا في رايي طبعا قرار صائب جدا، بيفكرنا بقرار الاداره من سنتين تقريبا من ايام سواريش وبدايه دخلة كولر على الفرقه لما كان لسه مدير فني جديد. فالقرار ده كان فرق معانا بعدها، من هنا اكتسحنا كل البطولات اللي شاركنا فيها بعد كده، كاس دوري سوبر، كل البطولات قضينا على الاخضر واليابس، وكان بدايه جيل اللي مكمل معانا دلوقتي، الجيل اللي اكتسح بيه كولر كل البطولات زي ما قلنا. فاذا القرار نفسه صائب، ايوه نعم صائب. انت بتتكلم النهارده لو انت ما قدرتش تحمي لعيبتك من سلسله التلاحم بين المواسم، ما تنتظرش لا من اتحاد كوره ولا من غيره، ما حدش هيلحق لعيبتك. لازم انت اللي تحمي لعيبتك بنفسك، وده اللي حصل. اللعيبه دلوقتي بتستريح لحد ما بتنسى شكل الكوره، وفي نفس الوقت بتطلع شباب. والله اللاعب اللي هيبقى مميز وفارق جدا وشكله واضح جدا ممكن ده يبقى في اعتباراتك فيما بعد. حتى كمان اللعيبه اللي مش هتكمل معاك ممكن تبقى بدايه ان انت تقدر تسوقهم بشكل او باخر. ولكن على مستوى اللعيبه اللي جذبوا انتباهي النهارده والمباراه اللي فاتت، وده طبعا في اطار الايجابيات، اولا هبتدي باللعيبه اللي لمستها للكوره في اوقات كانت قليله جدا ولكن لمستها واضحه جدا. النهارده يوسف سيد عبد الحفيظ عاجبني جدا، الرشاقه، الثقه اللي عنده، بيتدخل بجسمه كويس قوي في الالتحامات طبعا. حتى على مستوى اللمسه لا، لعيب تقيل، لعيب في الباصه راكز وتقيل وراسي، لعيب عنده شخصيه لا يختلف عنه تماما. اللاعب برضو بتاع نص الملعب، برضو نسيت اسمه تقريبا، نسيت اسمهم كلهم يعني، فبرضه نزل النهارده برضه ادى بشكل كويس بشكل محترم، وهو عنده من الامكانيات حتى بيلقبوه بوسكيتس يعني. برضه محمد عبد الله اللي خد فرصه اطول النهارده، وده بيوضح ان سامي قمصان شايف في اللعيبه دي حاجه ومتابعهم في الناشئين او في مباريات الناشئين، فهو اللعيبه دي متصعده بعنايه. فاذا برضه محمد عبد الله عجبني النهارده. برضه لا، لاعب نص الملعب برضه اللي بيلعب جنب كريم نيدفيد، انا شايفه كان احسن من كريم نيدفيد. واتمنى لو حد النهارده يقدر يقول لي ايه هو دور كريم نيدفيد مع النادي الاهلي. بيلعب جنبك ناشئين، لا انت على المستوى الهجومي ظاهر، ولا على مستوى الدفاعي ليك بصمه، ولا حتى على مستوى القياده انك توجه اللعيبه اللي جنبك، اللعيبه الصغيره. مش شايف اي دور نهائي لكريم نيدفيد. فدي من ضمن الايجابيات ان انت برضه بتكشف لك الناس اللي انت صابر عليهم ومستني ان انت تلاقي منهم حاجه. هتلاقي منه ايه في مباراه زي كده غير في مباريات زي كده؟ هتشوفه ازاي؟ هتختبره امتى؟ انا مش عارف. اذا كان في مباريات سهله زي كده او بسيطه زي كده، على مستوى القياده حتى مش حاسس بفرق الكريم نيدفيد. دي حاجه التانية. قفشه النهارده برضو انا حاسس انه يعني زي ما زمايله في الفرقه مسمينه عم مجدي، فانا حاسه النهارده عم مجدي. مفيش جري، مفيش دفاع، مفيش ارتداد دفاعي خالص. فانت بتقدم نفسك لكولر النهارده، بتقول له ايه؟ بتقول له بترد عليه ازاي؟ بتطور من نفسك، بتثبت نفسك، بتعمل ايه النهارده؟ انا مش شايف هدف النهارده اللي دخل في النادي الاهلي. هعتبر ان الاخطاء اللي كانت من اللعيبه الصغيره في السن مش هقصوا عليهم، وهعتبر ده شيء ايجابي وشيء ان هم يتعلموا منه. اما بالنسبه للعيبه المفروض اللي ساهمت باخطاء، فانا بصراحه مش متقبل منهم حاجه زي كده. المفروض ان انت بتوري للعيبه دي قد ايه انت بتدافع، قد ايه ان انت بتبذل مجهود، قد ايه ان انت بتضغط سواء دفاعيا او هجوميا، علشان حتى هم يعملوا زيك. انت بالنسبه لهم قدوه، هم بيبصوا لك دلوقتي في الملعب. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان الكرة لما ارتدت هجوم مرتد الانبي، على مستوى الارتداد ما كانش في ارتداد خالص من النادي الاهلي. اول غلطه في رايي كانت اللعيبه اللي هو اللعيب مصطفى اللي هو بتاع نص الملعب المحوري او اللي كان بيلعب رقم 8 النهارده. فهو المفروض كان هو اللي يقابل، هو اللي دلوقتي يرحل ويبقى باك شمال. خلاص انت دلوقتي انت دورك ان انت هتبقى باك شمال، انت بتغطي في الهجمه المرتده علشان تجري على اقرب لاعب معاه الكوره، فتبقى انت اقرب حد ان هو يضغط عليه. ومع ذلك كسل، ما رضاش يجري، خاف ان هو يرحل، وبالتالي جرى وراه اللاعب تقريبا محمد اشرف في الجناح، فما لحقش المهاجم طبعا على مستوى السرعه اكيد سابق بكتير، وجا منها الهدف. لكن قبل ما يجي الهدف الكره اتعرضت بالعرض. فين عمر كمال على مستوى التغطيه؟ مفيش عمر كمال.
بقالنا دلوقتي اقل من يعني تقريبا نص دقيقه 30 40 ثانيه وعمر كمال لسه ما رجعش. في كل المشهد ده قعدت ادور على قفشه ما لقيتوش، لا رجع لا بدري ولا متاخر، يعني حتى في لعيبه رجعت بدري ولاعيبه ما قدرتش، لكن مجدي ما رجعش اصلا، مجدي قفشه ما رجعش. طيب على مستوى كهربا برضو ما فيش، كهربا ما اتغذاش بكور كتير، ولكن في النهايه كهربا احنا عارفين هو على ايه، يعني انت عارف انت هتاخد منه ايه. مش هتطلب منه ان هو يضغط يجري، يعني مش هتطلب منه الحاجات اللي هي بتاعته سوا عليه او بتاعت المهاجمين بشكل عام. فاحنا عارفين كهربا، عارفين مستوى كهربا، وعارفين هنشوف منه ايه. النهارده برضو حصلت كوره كانت برضو نفس الخطأ من مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، النهارده طلع على كوره بشكل برضو متسرع ولكن ربنا ستر. فاذا دي غلطة انت مركز عليها دلوقتي او عارف ان هي موجودة عند مصطفى، ولكن عجبني ان هو تدارك برضو الى حد ما الغلطة دي في نهاية المباراة. النهاردة برضو في كورة اتلعبت ركنية قدر ان هو ياخد منها فاول وما طلعش بشكل غلط، وواضح ان هم كانوا مركزين عليه في النقطة دي، عارفين إن عايزين يغلطوه يعني بشكل او باخر. ولكن برضو عجبني ان هو تدارك الموقف وبيتعلم، وهي دي الفايدة، انت تحط ايدك على مجموعة من الناشئين. ولكن خلينا واقعيين، كام واحد من اللعيبة ده هيكمل؟ هل مصطفى مخلوف ده هيكمل في الاهلي وموجود عندك 3 حراس؟ يعني موجود عندك شوبير الشناوي، حتى كمان النهارده موجود عركة مع عمر حارس مرمى الاولمبي دلوقتي. فانت عندك في حراسة المرمى ما اعتقدش ان انت هتدخل معاهم رابع. على مستوى الدفاع برضه نفس الكلام، في مدافع النهارده اللي كان بيلعب النهارده ما اعتقدش انه هيشارك بشكل او باخر برضه على مستوى القائمه مع كولر في بقيه الموسم. فخلينا متفقين ان في لعيبه، اللعيب اللي هيبرز نفسه بشكل واضح وصريح زي محمد عبد الله، زي في رايي برضه نص الملعب اللي هو بوسكيتس، انا ناسي اسمهم للاسف معلش انا اسف فعلا، يوسف سيد عبد الحفيظ. ففي لعيبه كده تشدك غصب عنك لازم انت هتشد لها. وفي لعيبه بحكم ان موجود في مراكزها لعيبه كبيره بشكل يعني بشكل متوفر او بشكل كبير، فاذا انت يعتبر بتسوقهم ان هم يتباعوا. وفي نفس الوقت الهدف الاساسي من ده كله هو ان انت تريح اللعيبه الكبيره. فانت خدت الاهداف بتاعتك، وعرفت حتى في رايي انا ان حد زي كريم نيدفيد ما ينفعش. فده على مستوى الايجابيات ومش شايف اي سلبيات. ده بشكل عام اللي شفته النهارده في المباراه وحتى في المباراه اللي فاتت. واي حد يلبس شيرت النادي الاهلي، النادي الاهلي بتيشيرته مش باللي لابس التيشيرت. بس كده، وهارد لك على سلسله انتصارات اللي انتهت النهارده. بس كده وشكرا.